تتواصل منذ أيام عمليات إخلاء المخيمات العشوائية التي تضم المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في منطقتي العامرة وجبنيان بولاية صفاقس، وذلك وسط متابعة دقيقة من رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد الذي يتابع المسألة شخصيا بالتنسيق مع القيادات الأمنية العليا في الجهة ومع منظمات دولية تعنى بالهجرة. هذا وقد صرح السيد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن عددا كبيرا من هؤلاء المهاجرين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بعد أن أصبح من الصعب عليهم مواصلة الرحلة نحو أوروبا، وأكدوا أن عديدا منهم تواصلوا سابقا مع منظمات أممية مثل الهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة من أجل مساعدتهم على العودة. وفي هذا السياق تشهد مقرات هذه المنظمات وكذلك المقرات الأمنية بمدينة صفاقس طوابير طويلة لمهاجرين يطلبون الإيواء المؤقت إلى حين ترحيلهم، خاصة العائلات التي فيها نساء حوامل وأطفال، وتم توفير مساعدات صحية وإسعافات عاجلة للبعض منهم أثناء عمليات الإخلاء التي جرت بشكل سلمي وبدون تدخل أمني مباشر وبحضور فريق من وزارة الصحة والحماية المدنية. هذه العملية شملت أيضا إزالة أكبر مخيم في المنطقة كان يأوي قرابة 4000 شخص، وحسب جبابلي فإن الإخلاء يتم بتنسيق تصاعدي وسيشمل جميع المخيمات في أقرب وقت ممكن. وفي جانب آخر تم خلال عمليات التفتيش حجز عدد من الأسلحة البيضاء مع إيقاف بعض المهاجرين الذين سيتم إعادتهم قسريا إلى بلدانهم. وأشار جبابلي إلى أن التعامل مع هؤلاء تم وفق مقاربة إنسانية وأخلاقية قبل أن يكون أمنيا، خاصة وأن بعض الأبحاث أظهرت وجود تواصل بين عدد من الموقوفين وأطراف أجنبية كانت تحاول زرع الفوضى داخل المخيمات والمناطق المجاورة.